غانا، كامرون، سنغال في الدور الأول لمجموعات كأس العالم، معناها حاجة استثنائية. رغم أنه اللي يمروا بالطبيعة فما مش الكل يمر، منتخب السنغال ترشح ومنتخب المغرب، يعني 2 على 5 يمروا، وهذا يشبه القراءة نتاع العرب نفس الشيء. الحصيلة دائما ما يكفيش، رقميا ماهيش خايبة قيس، لكن ما يكفيش، غير كافية، لأنه حتى بالنسبة للعرب عملنا عادل 14 نقطة، 14 نقطة من أصل 36 نقطة ممكنة، تقريبا معدل أقل من 50% نقاط العرب. عندنا كان المغرب تترشح ال 14 نقطة، 7 نقاط لزملاء حكيمي. التوانسة أحرزوا 4 نقاط وروحوا صحيح للأسف، والسعودية 3 نقاط. هذا التوزيع عند العرب. المغرب 7 نقاط، اللي سألنا أن يسأل المغرب، واحنا دخلنا في مقارنات مع الكرة المغربية ودائما نحييها، وانت قدمت حتى تقارير على نهضة الكرة المغربية والأسباب. المغرب يا كابتن علاش هي 7 نقاط واحنا 4، مع تكراري أنها حصيلة جيدة غير كافية لكن جيدة للتوانسة. المغرب 7 نقاط خاطر عندها جماعة يكوروا، وهنا نرجع لتحليل تونس سريع، يكوروا في بايرن ميونخ، في تشيلسي، وزوز في سيفيا، والاخر في ويست هام. المغرب عندها زياش تشيلسي، مزراوي، بايرن ميونخ. لحظه قيس، مزراوي بايرن ميونخ، زوز يصنعوا في ربيع اشبيليا بقيمه نصيري وبونو، وشاهدتم ماذا فعل نصيري في الهدف الثاني في الماتش الاخر، هدف على فان باستن، يعني هدف نتاع رود جوليت في اوج عطاء جوليت. وبالتالي المغرب بجماعه بايرن، تشيلسي، البي اس جي، حكيمي، وزوز سيفيا، ويست هام. وكيفاش تحب تقرر روحك انت بالكتيبه اللي عندك، اللي عندنا فيها نقاط مضيئه، لكن ما عندناش جوارات. ونرجع لك سينيزار، يلعبوا في بايرن، تشيلسي، بي اس جي، ويلعبوا في مباريات بالمستوى العالي، وفي معدل 60 ماتش في العام، وبوكسينج دايز في انجلترا، ثلاثه مسابقات في اسبوع. وبالتالي نوع من الحفاظ على التواضع والابتعاد عن جلد الذات، ديما في علاقه مع المنتخب التونسي، ونخدموا. وهذا هو يعني المغرب ترشح لانه لديه الامكانيات، والربط جاي يعني ربط طبيعي مع الحصيله الافريقيه او العربيه. نكمل مع حسني ومشاني مع قيس. شوف اللي يسمعكم الزوز وكانه نقول نحن ما حقناش مشينا لكاس العالم ابدا، ودخلنا في مقارنات. لا، انا اليوم في كاس العالم، مساله الاهداف مش انا قلتها يا قيس، قالها المدرب الوطني. راه حسني اعطيتك الفرق بين ال7 نقاط والاربع نقاط. بالضبط، لكن انا اليوم في كاس العالم وجاتني الفرصه، اعطيتك الفرق بين ال7 والاربع نقاط، وجاتني الفرصه هما بايرن، تشيلسي، بي اس جي، وزوز في اشبيليا. معاك على طول. وانت قلت في اول برنامج كان احسن التصرف في بعض المقابلات وفي بعض الجزئيات كانت الحصيله تكون مخير، وهو كذلك. ما نرجعوش بالتوالي، نحن ترشحنا لكاس العالم وهو كذلك، وكنا في كاس العالم، كنا فاعلين وكنا قادرين ان نترشحوا. فما حاجه حبيت نقولها، اللي راهو يا قيس التعاطي الاعلامي مش كما التعاطي الفني. راه يعني انت كمدرب ربما تحل المقابله وتحب الاشياء اللي انت تتمناها ولا وفق النظره نتاعك انت. لا هاو شفت انت الصحافه الفرنسيه قالت لك اون ايكيب ميكونيسابل، ما عرفناهاش بطل العالم، فهمت؟ مقبول، ميكونيسابل مقبول اكزاكتومون. لكن هو ديشان يقول لك انا ربما مترشح نلعب الفريق الثاني او العناصر الاحتياطيه بين ظهرين، وانا مترشح علاش نعرف. انا ما نقبلش الصحافي في بلاتو اذاعي يحكي على شعار نتاع ملاعب. لا هذاك نقول لك، هذاك ربما حالات شاذه، مش هذاك حالات شاذه. اي ما نحكيوش على الشاذ، ما نقولوش راهو الشاذ يحفظ ولا يقصوا عليه، ما يلزمش يقولوا ما عادش يتعاود. ولكن انا شوف انا نحب ما تسكتش قيس، نسكت عليه. لا ما نسكتش عليه، اما هذيك حاله شاذه. انا في تقديري الشخصي يلزمنا كل انسان يخدم خدمه نتاعو ويقعد